سماحة الشيخ همام حمودي كان عنده بعض الملاحظات والتحفظات على آلية اختيار وترشيح السيد الزيدي في جلسة الإطار الأخيرة. كان هناك إجراءات وسياقات يعني تبعها الإطار في جملة المرشحين التي قابلهم، وكان واضح أن الإطار التنسيقي ماضي هناك جناحين، جناح مع المالكي والسوداني وبديلهما السيد البدري والسيد الإحسان العوادي، وهذه هي السياقات التي كانت ماشية في هذا الإطار وأخذت وقتها. ثم قبل ساعات وإذا بآلية وإجراء أنه كان هناك، طبعا كان هناك اتفاق على أنه أن نذهب إلى بديل توافقي، صحيح. باعتبار وصلنا إلى طريق مسدود. الخميس بالليل الجمعة الصبح كان حديث 90% على السيد العبادي يمكن. تمام، فإذا الذهاب إلى بديل والبحث في هذا البديل. بروز اسم السيد الزيدي كان بطريقة مفاجئة وإجراءات سريعة نهار الجمعة. تمام. فسماحة الشيخ همام حمودي في الحقيقة بين تحفظ على أنه نحتاج وقت، وطلب تمديد الجلسة يوم واحد فقط من أجل اتباع السياقات المعهودة بيناتنا في أن ندرس السيرة ونقابل المكلف. طيب. ونحصل على القناعة اللازمة بهذه التفاصيل. وجد أن الجو في داخل الإطار لا يعني ماضي في قرار بات. ما نعبر المدة الدستورية، خلينا نحسب يعني هي كانت المدة الدستورية معبورة، وأن يعني أن تمتد إلى يومين ثلاث من أجل أن تكون هناك فعلا إجماع وقناعة راسخة عند الجميع. كانت هذه المسألة. طبعا احنا في الحقيقة نأسف، احنا تابعنا بعض الأخوة يعني ظهروا في قناتكم وقنوات أخرى. صحيح. منهم من ذكر يعني على أنه سماحة الشيخ كان مريضا ولم يحضر. صحيح. في الجلسة، وهذا في الحقيقة واحد قال لا ما قال. يعني إما هو يعني يجهل المعلومة وإما زي. يعني له أغراض أخرى، ولكن طيب. لا، سماحة الشيخ كان له تحفظ على الإجراء. آلية الاختيار كانت مفاجئة وسريعة. وكذلك يعني بحث المواصفات التي يجب أن يتحلى بها زي. رئيس الوزراء القادم بحسب الدستور من خبرة سياسية ورؤية أمنية وما إلى ذلك. هذه كلها محل نظر ودراسة. هذا المنصب التنفيذي الأول للدولة العراقية. أما وقد حظي بثقة الكتلة النيابية الأكثر عددا ب9 أصوات كما الوثيقة التي ظهرت. تمام. استقبله سماحة الشيخ همام حمودي وقال له: أنت اليوم مرشح هذه الكتلة النيابية الأكثر عددا، واجبنا وتكليفنا أن ندعمك وأن ننجحك في أداء مهاماتك الدستورية وتنفيذ برنامجك الحكومي. تمام. هذا هو واجبنا وتكليفنا الآن. تحول من آلية يعني من رفض لآلية. نعم. إلى دعم من بعد الاختيار.